المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتريا، نستهلها بالعناوين. وزارة الزراعة تدعو المزارعين لاستخدام البذور المحسنة. منطقة بلزة في الإقليم الأوسط تشهد تدشين مشروع مياه الشرب. مدارس الإقليم الأوسط تكرم الطلاب المتفوقين في الامتحانات الوطنية. الصين تتهم أمريكا بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية. أفغانستان تعلن مقتل 58 جنديا باكستانيا في مواجهات حدودية. وبكين ومانيلا تتبادلان الاتهامات بشأن حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا المهنيون الزراعيون المزارعين إلى استخدام البذور المحسنة المختبرة لإنتاج وفير كما ونوعا. وأوضح مسؤول نقطة شامبيقو للأبحاث الزراعية السيد ملس جبرس جابير في مناسبة إحياء يوم المزارعين في شامبيقو يوم 9 أكتوبر، أوضح أفضلية استخدام البذور المختارة، مشيرا إلى عمل وزارة الزراعة إلى زراعة أصناف من البذور ذات المحتوى الغذائي في مزارع صغيرة ذات إنتاجية عالية في إطار برنامج الزراعة الصغيرة المربحة. وقال المدير العام للمعهد الوطني للبحوث الزراعية السيد سقاي برهاني إن الجهود المبذولة في مراكز البحوث الزراعية ومحطات العرض للمزارعين تحت إشراف الخبراء الزراعيين هي جزء من مهمة زيادة الإنتاج الزراعي من حيث الجودة والكمية. ونصح المزارعين لتطبيق الإرشادات المقدمة وبذل الجهود لإحداث التغيير النوعي. ودعا مدير تحسين لبذور السيد نقوسي أبرها الخبراء الزراعيين دعا إلى التركيز على رفع مستوى الوعي لدى المزارعين، لأن استخدام البذور المقاومة للمناخ والأمراض والآفات يساهم بشكل كبير في رفع الإنتاج. من جانبهم ذكر ممثلو المزارعين أن برنامج المراقبة وتبادل الخبرات الذي تم تنظيمه في محطة أبحاث شامبيقو الزراعية أنه يعد أرضية مهمة لتعزيز معارفهم الحالية وشرح الأساليب التي يجب اتباعها لرفع الإنتاج. وقدم في المناسبة شرحا حول الإجراءات التي يجب اتباعها لمكافحة الأعشاب والأمراض التي تصيب المزارع وفوائد الحفاظ على التربة والمياه. تم تدشين مشروع مياه الشرب في بلزة في 11 أكتوبر، والذي أجريت له أعمال استبدال خط مد أنابيب المياه القديمة بأخرى جديدة وبناء خزانات. وأوضح مدير إدارة بلزة السيد أرون كفلا ميكائيل في كلمته أن العمل تم بمبادرة المواطنين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لاستبدال خطوط مد المياه القديمة بأخرى حديثة وبناء خزان للتخزين المؤقت عند التوزيع لتضاف إلى تلك القديمة التي لا تكفي سعتها التخزينية الكمية المطلوبة نتيجة تزايد عدد السكان. وأشاد مسؤول فرع تنمية موارد المياه في وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيد مسقنا جبر سلاسي بدوره أشاد بمشاركة المواطنين الواسعة في إنجاز مشروع بلزة الذي هو جزء من جهود ضمان توفير موارد المياه الصالحة للشرب للمواطنين وبالقرب من أماكن معيشتهم. وأفاد مسؤول فرع خدمات المياه بالإقليم الأوسط السيد قرماي تخلاب أفاد أنه تم تركيب عدادات خط المياه في كل المنازل، وأن 95% من المواطنين تمكنوا من الاستفادة من خدمات المشروع، وأن العمل جار لإيصالها إلى 5% المتبقين. ودعا مديرية سرجع السيد كفل مريم قبر مسقال الجميع لمتابعة مرافق المشروع لضمان استمرارية عملها. وأشاد المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد الزريد قبر مسقال إلى أن ضاحية بلزة أصبحت مثالا يحتفى به بتمكين سكانها لتلقي خدمات المياه في منازلهم، وحث المواطنين بالاستعمال الصحيح للموارد التي لا تقدر بثمن من حيث الأهمية وسهولة تناولها كما ينبغي. تقع ضاحية بلزة على بعد 12 كيلومترا شمال شرق العاصمة أسمر، وتوطنها أكثر من 910 أسرة.
نظم اجتماعا تشاوريا في 8 أكتوبر الجاري حول برامج التأهيل الاجتماعي بالتركيز على المشاركة الأهلية والمجتمعية لإعانة ورعاية وتأهيل فئات ذوي الإعاقات المختلفة والمسنين والمحتاجين للآخرين بمديرية صنعاء. وحث مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد يماني معشوف في الاجتماع الذي حضره أعضاء لجان التأهيل التنموي بمشاركة المجتمع وكذلك أعيان القرى وإدارات الضواحي، حث على دراسة وتقييم أحوال الفئات المحتاجة وآلية تقديم الرعاية لها لتظل ضمن مجتمعها التي تعيش فيه بدقة. وذكر بضرورة العمل لخلق بيئة داعمة ودافعة بإمكاناتهم في دعم ورعاية الأطراف المعنية وكذلك رفع إنتاجيتها لضمان اكتفائها ذاتيا. وقدم المشاركون الآراء والاقتراحات بتوفير برامج القروض المصغرة للمعاقين وإعطاء الأولوية لهم في فرص العمل التي تتاح واقتراحات أخرى ذات صلة. كرمت مدارس البحر الأحمر وماي نفحي وحلاي وورساي ودعر قاولوس وأحد النتف الإقليم الأوسط يومي 11 و12 من أكتوبر كرمت طلابها المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 2024-2025. وكرمت مدرسة ماي نفحي الثانوية 39 طالبا، 22 منهم حصلوا على نقاط تؤهلهم للدراسة لدرجة البكالوريوس، و17 لدرجة الدبلوم في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية. بينما كرمت مدرسة البحر الأحمر الثانوية 84 طالبا حصلوا على 3 درجات وأكثر، بما في ذلك 20 طالبا حصلوا على الدرجات الكاملة. كما كرمت مدرسة حلاي الثانوية 42 طالبا حصلوا على 3 إلى 4 نقاط في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية. وكرمت مدرسة ورساي المتوسطة 53 طالبا حصلوا على أكثر من 90% في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية. بينما كرمت مدرسة دعر قاولوس الابتدائية والمتوسطة 38 طالبا حصلوا على درجات ممتازة في امتحان الشهادة المتوسطة. على الصعيد نفسه كرمت مدرسة حدنة المتوسطة 39 طالبا حصلوا على أكثر من 88% في امتحان الصف الثامن الوطني، بالإضافة إلى 11 معلما نموذجيا. قام فرع العمل والرعاية الاجتماعية في مديريتي فورتساوا وقلعلو بتوزيع أدوات دراسية للمحتاجين حسب ما أفاد به مراسل إيرينا. هذا وقد قدمت الأدوات الدراسية اللازمة ل100 طالب محتاج في إدارات ضواحي هوميب ومولوبير وتمرات وقرمايكا وفورتساوا بمديرية فورتساوا. كما تم تقديم أدوات مماثلة ل50 طالبا محتاجا في إدارة ضاحية بويا بمديرية قلعلو. وفي غضون ذلك قام مكتب الزراعة بمديرية فورتساوا بتوزيع الفراخ على المزارعين بأسعار منخفضة تنفيذا لبرامج الأمن الغذائي الذي يتم العمل عليه تحت شعار الغذاء المغذي للجميع وفي كل مكان حسب ما ذكرته الأنباء الواردة من هناك. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. انتقدت الصين الرسوم الجمركية الأمريكية الأحدث التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الصينية، ودافعت عن القيود التي فرضتها على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، لكنها لم تصل إلى حد فرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن ضوابط التصدير التي فرضتها على المعادن الأرضية النادرة والتي وصفها ترامب بأنها مفاجئة وعدائية للغاية جاءت بعد سلسلة من الإجراءات الأمريكية منذ المحادثات التجارية الثنائية في مدريد الشهر الماضي. وأشارت بكين إلى إدراج شركات صينية على قائمة سوداء تجارية أمريكية وفرض واشنطن رسوم موانع على السفن الصينية أمثلة على ذلك.
أعلنت طالبان السلطة الحاكمة في أفغانستان أن قواتها تمكنت من قتل 58 جنديا باكستانيا في المواجهات الحدودية، فيما دان رئيس الوزراء الباكستاني استفزازات أفغانستان وتوعد برد قوي. وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي إنه خلال هذه المواجهات قتل 58 جنديا باكستانيا وأصيب 30 آخرون، لافتا أيضا إلى معطل 9 من قوات طالبان. وأوضح ذبيح الله مجاهد أن القوات الأفغانية سيطرت على 25 موقعا عسكريا تابعا للجيش الباكستاني، ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة للأراضي والمجال الجوي الأفغاني. وجاء إعلان طالبان عن معطل الجنود الباكستانيين في أعقاب إعلانها نهاية العملية العسكرية ضد باكستان التي كانت قد أطلقتها على الحدود المشتركة بين البلدين، ردا على ضربات جوية على كابل منسوبة لإسلام أباد بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع في حكومة طالبان وكالة فرانس بريس. في إسلام أباد دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف بشدة الاستفزازات الأفغانية، متوعدا برد قوي وفعال بعد المواجهات الحدودية التي وقعت بين البلدين الجارين. اتهم خفر السواحل الفلبيني سفينة صينية بالاصطدام عمدا بسفينة راسية في مانيلا بالقرب من جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في حين حملت الصين الفلبين مسؤولية الحادث. وقالت مانيلا في بيان إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بادرت بإطلاق مدفع مياه على السفينة BRB داتو باغبويا التابعة لمكتب مصايد الأسماك، وهي وكالة تابعة لوزارة الزراعة. وفي وقت لاحق حمل خفر السواحل الصيني الفلبين المسؤولية الكاملة عن الحادث. وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني ليو دي جون إن الحادث وقع قرب جزيرة سانديكاي عندما تجاهلت سفينة حكومية فلبينية مرات عدة تحذيرات الجانب الصيني، وشكلت خطرا باقترابها من سفينة خفر السواحل الصينية رقم 21559. في الخبر الأخير، أودت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة هذا الأسبوع في المكسيك بحياة 42 شخصا، وتسببت في أضرار واسعة ونزوح آلاف السكان وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وقالت هيئة الدفاع المدني المكسيكي أن الأمطار الغزيرة هطلت في 31 ولاية من أصل 32، ما أدى إلى غرق قرى كاملة وجرف طرق رئيسية وحدوث انهيارات أرضية عاقت عمليات الإنقاذ. وتعد ولاية هيدالغو بوسط البلاد من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث سجل معطل 22 شخصا وتضرر أكثر من 1000 منزل، فيما لم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى 90 منطقة بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي ولاية بوييل أعلنت السلطات أن نحو 800 ألف شخص تضرروا من الفيضانات والعواصف مع تسجيل 9 قتلى. وشهدت المكسيك خلال عام 2025 هطولا قياسيا للأمطار، خصوصا في العاصمة مكسيكو سيتي. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بذكر أهم ما جاء فيها. وزارة الزراعة تدعو المزارعين لاستخدام البذور المحسنة. منطقة بلزة في الإقليم الأوسط تشهد تدشين مشروع مياه الشرب. مدارس الإقليم الأوسط تكرم الطلاب المتفوقين في الامتحانات الوطنية. الصين تتهم أمريكا بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية. أفغانستان تعلن معطل 58 جنديا باكستانيا في مواجهات حدودية. وبكين ومانيلا تتبادلان الاتهامات بشأن حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي.
سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.